هذا شمس الدين الطالبي ماشي مجرد حل ترقيعي لغياب الزلزولي، بل انه لاعب بجوده عاليه وفعاليه هجوميه كتخليه الخيار الامثل لتعويض عبد الصمد. فبعد ما تاكد غياب عبد الصمد الزلزولي على المباريات الاولى للمنتخب الوطني، ظهر خيار شمس الدين الطالبي اللي طبعا ما غيكونش مجرد حل ترقيعي، بل انه هو الاخر لاعب بجوده عاليه كيقدر يلعب في عده مراكز، بحيث غيمكن ليه يغير المركز ديالو بسلاسه في وسط الماتش. وايضا كيتميز بذكاء تكتيكي كبير وسرعه انفجاريه غتخلينا نستافدوا منه اكثر في الهجمات المرتده. دقته في التمرير والجرأه في التسديد من خارج منطقه العمليات هي الاخرى من بين الاسلحه اللي كيمتلكها اللاعب واللي غنستافدوا منها اكثر. اضيف على ذلك ان جاهزيه شمس الدين الطالبي للمونديال لا يناقش عليها اثنان. موسم جيد مع ساندرلاند في 28 مباراه قدر يبصم على 4 اهداف ويصنع 2. فبالرغم من ان هذه الاحصائيات كتبان متواضعه، الا ان ادواره في الميدان سواء في المسانده الدفاعيه وبناء الهجمات من الخلف وكذلك فتح المساحات عن طريق اختراق الخطوط الدفاعيه بفنياته العاليه. هاد التفاصيل طبعا ما كتبانش في الاحصائيات، ولكن في التيران كتصنع الفارق. كان هذا شمس الدين الطالبي المعوض الافضل لعبد الصمد الزلزولي. وشنو الراي ديالكم في هذا اللاعب؟